على درجة في الفلسفة. بدأ عبد العليم في الرسم منذ سن مبكرة وكان مهووسا بالفن منذ طفوله. بدأ عبد العليم في عرض أعماله الفنية في السبعينات، وكانت أعماله مميزة بالتصاميم الجريئة واللونية الزاهية. يعتبر من أبرز الفنانين في الحركة التعبيرية في المملكة العربية السعودية، وقد أثر عمله على العديد من الفنانين الشباب في البلاد. كما عمل عبد العليم في مجال التدريس، حيث كان معلما للفن في جامعة الملك عبد العزيز، وشارك في العديد من المعارض الفنية المحلية والعالمية. كما شارك في العديد من المشاريع الثقافية والاجتماعية، بما في ذلك مشروع المركز الثقافي في المدينة المنورة. توفي ممدوح عبد العليم في 22 فبراير 2018 عن عمر يناهز 79 عاما، بعد معركة مع الموت.